اراهن اي حد يدوقها وما يقولش انه دي احلى كنافه بالمانجا اكلها في حياته. تعالوا معايا شوف بنعملها ازاي. بقطع الكنافه حتت صغيره واحمرها في سمنه وزيت لحد ما تبقى باللون الذهبي اللي هتشوفوه ده. اهم حاجه نقلب تقليب مستمر لحد ما توصل للدرجه دي، والدرجه دي بتفرق في الطعم والقرمشه جدا. وبعد كده بركن الكنافة على جنب واسيبها لحد ما تبرد ونعمل مع بعض الكريمة. هخفق الكريم شانتيه مع سكر حسب الرغبة، واللبن لازم يكون ساقع جدا. وبنقلب تقليب مستمر لحد ما توصل للقوام ده. وبعد كده بقلبها مع الكريم باتسير، هكتب لكم كل المقادير تحت الفيديو. بحط على الكنافة الباردة الشربات البارد وبقلب، وده برضو كميته حسب الرغبة. بعد كده بقطع المانجا، وبكده مكوناتنا كلها تكون جاهزة. نبتدي نعمل الطبقات، طبقة كنافة وطبقة كريمة وطبقة مانجا، وهكذا لحد ما نملى البولة بتاعتنا. اعملوا عدد الطبقات اللي انتوا بتحبوها. اهم حاجة ننتهي بطبقة مانجا ونرصها بشكل فني حلو عشان العين بتاكل قبل الفم. ندهن الوش شوية من السيرب البارد، وبكده يكون عندكم احلى والذ كنافة. لايك وسيف للفيديو عشان تعرفوا ترجعوا له تاني، ولو وصلتوا لهنا شكرا ليكم.